بصي يا بنتي، مفهوم السفر ده جميل جدا وعميق قوي. ممكن اللي يقراه في الأول يفتكر إنه مجرد كلام عادي بين عريس وعروسته، لكن مش دي الحقيقة خالص. طب لو هو مش مقصود بيه كلام عادي بين العريس والعروسة، أمال إيه معناه؟ لا بصي أقول لك، سفر نشيد الإنشاد ده كتاب روحي عميق جدا وما يتفهمش غير بطريقة رمزية. العروس اللي في السفر بترمز للكنيسة أو كل نفس مؤمنة فداها المسيح، والعريس بيرمز للمسيح نفسه. يعني السفر كله بيتكلم عن علاقة حب روحية مقدسة بين المسيح والكنيسة، علاقة مليانة اشتياق ومحبة واتحاد بيه. علشان كده السفر ده موجود جوه الكتاب المقدس، لأنه بيورينا قد إيه ربنا بيحبنا وعايز يكون في علاقة شخصية روحية مع كل واحد فينا، مش مجرد علاقة خوف وقوانين، لكن علاقة حب حقيقي. السفر ده كمان هتلاقي ليه مكانة خاصة في كنيستنا. في الأدبية في صلوات السواعي الكنيسة استشهدت بآيات منه، وفي ألحان الكنيسة بنستخدم تشبيهات كتيرة من السفر. فبدل ما نشوف الكلمات دي بشكل جسدي، الكنيسة بتعلمنا نفهمها بالمعنى الروحي، وده نفس اللي علم بيه آباء الكنيسة كلهم زي القديس أغسطينوس وغيرهم من آباء الكنيسة. كان شرح السفر ده كعلاقة حب سماوي. يعني باختصار يا بنتي، سفر نشيد الأنشاد مش مجرد سفر غريب في الكتاب المقدس، لكنه إعلان رمز رائع عن حب المسيح للكنيسة وحب النفس البشرية المخلصة. حقيقة أنا استفدت أوي من المعاني المميزة دي، وحاسة إني مبسوطة بيها خالص. ده طلع فعلا السفر جميل جدا ومميز. أشكرك يا سليمان الملك على توضيح كل المعاني والرموز دي ليا. عايز أقول لك إن كل كلمات الكتاب المقدس غنية وهدفها هو خلاص كل نفس. مفيش أي نص في الكتاب المقدس محطوط كده وخلاص، كل آية ليها معنى هيساعدك على خلاص نفسك. معاك حق فعلا، الكتاب المقدس ده كنز حقيقي.